هل تساءلت يوما ما عن ما هو أصل الأرقام التي نستخدمها في حياتنا اليومية؟ الأرقام 1 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية لها تاريخ عريق وقديم يمتد لآلاف السنين. بدأت أول الرموز العددية بالظهور في بلاد العراق، حيث كانوا يكتبون على الطين لحساب التجارة والمواشي. لاحقا طور الهنود نظاما عدديا متكاملا تضمن الصفر، والذي غير طريقة الحساب بالكامل. انتقلت هذه الفكرة إلى العرب، ثم نشروا العرب معرفتهم في أوروبا، ومن هنا جاءت تسمية الأرقام الهندية أو الأرقام العربية الذي نعرفها اليوم. من الرموز إلى الطين إلى أرقام الكمبيوتر الحديثة، كل رقم يحمل قصة حضارة وابتكار لا ينسى.